السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب أولى إعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بقى خلصنا كده وامتحاننا خلاص بكرة، تمام؟ فاحنا النهاردة جايين إن شاء الله يعني هنكفي ونوفي كل شيء عندك في المنهج، يعني كل حاجة احنا شرحناها الحمد لله، وجايين النهاردة نقول لك هتعمل إيه بكرة إن شاء الله في الامتحان. فسمي الله وصلي على رسول الله كده عشان يبقى بدايتها خير وامورها باذن الله تبقى متيسره. بسم الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده من لساني يفقه قولي. معاكم مستر عبد الرحمن، وان شاء الله هنبدا مع بعض كده نظبط الدنيا. بسم الله. بصوا يا سيدي، عندك اول حاجه خالص هنشرحها مع بعض وهي اسئله التشوز. طبعا اوريك الاول بس شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي وايه الاسئله اللي هتكون عندنا عشان نبقى واحده واحده عارفين هنعمل ايه. خلاص، مبدئيا كده يا سيدي اول حاجه عندك وهي سؤال lesson، يعني سؤال الاستماع. وسؤال الاستماع ده يا سيدي بيكون عندك كذا سؤال، 3 اسئله تشوز وزيهم كده question سؤال. فانت اول ما بتاخد ورقه الاسئله محتاج تركز كويس قوي على سؤال الليسن، وانت تقرا السؤال واجاباته كويس جدا، يعني السؤال والتشوز بتاعه. فانت عندك سؤال تشوز وثلاث او 4 اختيارات، فانت بتقرا السؤال وبتشوف ايه الجزء اللي ناقص عندك خلاص، وبتبدا من بعدها تركز كويس قوي عشان لما المستر يجي يدخل ويقرا لك او يسمع انت بقى الفقره نفسها تبدا عارف هو بيقول ايه وايه الاجابه بتاعتك فين بالظبط. خلاص، فانت عندك دلوقتي سؤال فيه جزئيه ناقصه واجابتك فيها على ايه اختيار من ال4 اختيارات دول. فانت بتسمع كويس قوي الاول بتقراها عشان لما المستر يدخل تبقى انت عارف انت هتختار ايه بالظبط، او مثلا السؤال اللي انت هتجاوب عليه بناء على اللي انت سمعته من ايه السؤال. خلاص، وده اول سؤال. فانت عندك اول سؤال هو سؤال الليسن. تمام. تاني سؤال يا مستر وهو سؤال الكومبليت. عندك سؤال كومبليت كده زي كلمات من فوق كده وعبارة عن قطعة، وانت تختار الكلمة المناسبة تحطها في مكانها في الفقرة بتاعتها. complete the text، تكمل ايه الفقرة. خلاص تمام. كمان عندك سؤال التشوز، ده غير مفروغ منه، سؤال التشوز على الفوكاب وعلى ايه الاسئله اللي عندك على الكلمات. عندك برضو سؤال الباسج، سؤال القطعه، تقرا القطعه وتجاوب الاسئله بتاعتها. خلاص، عندك كمان يا سيدي سؤال من الاسئله اللي عندك غير القطعه وهو سؤال الري رايت، احنا اتدربنا عليه كتير جدا. سؤال الري رايت جمله وما بين قوسين يقول لك استخدم لي كلمه بحيث ان تبقى الجمله دي والجمله دي متقاربين لبعض، بس ده مش عليكم دلوقتي. هو كل اللي عايزه منك تستخدم الكلمه دي داخل الجمله اللي هو اداها لك، خلاص، او تغير الجمله باستخدام الكلمه ري رايت، واحنا اتدربنا عليه كتير جدا ومش اول مره هنتكلم عنه. طبعا ما ننساش سؤال الستوري، سؤال القصه، هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل. كذا سؤال، سؤالين، اول سؤال ترو ولا فولس، صح او خطأ، وسؤالين عليهم ايه درجة. خلاص طيب، ده كده الاسئله اللي عندك. طبعا ما ننساش كمان سؤال الباراجراف. سؤال الباراجراف طبعا الفقرات بتاعتك واحنا هنتكلم عنها بالتفصيل، وجايب لك كذا باراجراف النهارده هنتكلم عنهم، وباذن الله في واحد متوقع بمشيئه الله. عندك كده يا سيدي افتح كده معانا هنا، هنبدا باول حاجه خالص في التشوز اللي هي ليها علاقه اكتر بالكلمات. بسم الله. اول حاجه it's our duty يعني من الواجب علينا، من الواجب to our ancient monuments اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا معناها الاثار، واncient القديمه، يبقى الاثار القديمه دي يجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ neglect، ignore، preserve، refuse. طبعا هنستخدم هنبقى ايه؟ طبعا هنستخدم كلمه ايه؟ preserve، عشان preserve يعني معناها يحفظ او يحافظ على شيء، وباقي الكلمات neglect و ignore و refuse مالهمش علاقه بالموضوع. The preserved bodies يعني الأجساد أو الأجسام المحفوظة، تمام، المتحنطة يعني المحنطة، تمام، متحنطة. preserved bodies of ancient kings and queens اللي بتاعت الملوك والملكات بنسميها ايه؟ mummies، faces، statues، clothes. لا طبعا هي تبقى mummies المومياوات،
اجساد المومياوات. تمام. actors in historical movies، الممثلين في الهيستوريكال موفيز، الافلام التاريخيه، الافلام التاريخيه. تمام. تمام يا سيدي. هنا wear traditional ايه؟ بيلبسوا ايه؟ shirts؟ لا طبعا. costumes؟ ايوه هي دي يا مستر، بيلبسوا ازياء خاصه بالتمثيل او بالعرض. jewelry وchaos، chaos اسمها chaos يا مستر ودي معناها فوضى. jewelry يعني بيلبسوا مجوهرات، لا طبعا مش شرط يلبسوا مجوهرات، هي جزء من اللبس. people can travel from place to another، الناس بتسافر can travel from place من مكان to another لآخر by using different types of ايه بالسفر؟ clothes لا، ملابس. colors، vehicles ايوه يا مستر دي معناها مركبات، يعني كل شيء نقدر نركبه زي المواصلات. تمام. ناخد جزء تاني. the synonym of gather، the synonym of gather، synonym معناها يا مستر سؤال، دي معناها معنى. خلاص. اما لما نقول ده antonym of يبقى ده عكس. هنا synonym معناها معنى، gather وكلمنا عنها قبل كده وقلنا gather معناها يجمع او يتجمع. تمام. يجمع حاجه او يتجمع في مكان، ودي معناها connect، control، get. احنا بنقول gather معناها get together، get together، get together يجمع. او مثلا نقدر نقول collect مش connect. collect معناها يوصل او يوصل حاجتين ببعض. control يتحكم فيها وsend يرسل. the archaeologists اللي هم عالم او علماء الاثار، are trying to ايه؟ the old temple، المعبد القديم. trying to restore طبعا عشان المعبد ده قديم فبيعملوا ايه؟ حاجه اسمها يرمموا، ترميم، يرمم. the monuments الآثار were made of مصنوعة من ايه؟ stone، الحجارة. that for centuries لأعوام لقرون، دي معناها قرن وجمعها قرون، والقرن ده عبارة عن 1000 سنة. تمام. وهكذا. القرن ده 100 سنة. 100 سنة. lost، lasted، prepared، left. هنا monuments الآثار دي مالها were made مصنوعة عشان تستمر لقرون. last، ولast دي معناها يستمر. lost يعني يضيع أو ضائع، يضيع. lose يفقد شيء أو يضيعه. prepare يجهز حاجة، يجهزها. أما left يتركها بمعنى leave. طبعا عندك هنا the streets were الشوارع were with the fans المعجبين. تمام. والمشجعين. receiving the winning team يستقبلوا الفريق. يبقى كانوا عملوا ايه؟ lined with the fans، played with the fans. ولا streets الشوارع مالها كانت مليانة بالايه؟ بالمعجبين، مليانة او واقفين طوابير كده بيستنوهم. lined يعني يقفوا بالطابور، line يعني طابور او صف. تمام. dead kings الملوك الموتى. dead يعني ميت، dead يعني ايه؟ ميت. فلما نقول dead king الملك اللي مات. and queens والملوك والملكات are in royal tombs. royal يعني ملكي. تمام. وتوم يعني مقبرة، tombs حرف البي هنا silent. tombs followed، taken، ignored، buried. الملوك الموتى والملكات are buried. buried يعني يدفن. يدفن فين؟ في مقابر الملكات أو الملوك، المقابر الملكية. The Egyptian Museum المتحف المصري is one of the biggest museums in the world. فنقول the Egyptian Museum ده إيه؟ طبعا مش بنقول عليه اسمه جيم أصلا عشان تبقى عارف بعد كده، هو اسمه جيم. اسمه إيه بقى جيم؟ جراند Egyptian Museum. فهنا الاختيار بتاعنا هو جراند Egyptian Museum، اختصارها جيم. The Gem. تمام. An is a public display of objects or artworks. فاحنا يعني ايه display يا مستر؟ دي كلمة display يعني عرض عام public of objects للأشياء
عرض عام للاشياء، or artworks الاعمال الفنيه. ده بنسميه ايه؟ display يعني exhibition دي معرض، يبقى ده كمان exhibition display المكان اللي بنعرض فيه فنسميه معرض. نمبر 12 the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة. capital يعني عاصمة، تمام، وadministrative يعني إداري، ونيو يعني جديد، فتبقى العاصمة الإدارية الجديدة is a symbol of national إيه؟ خلي بالك من كلمة symbol دي معناها رمز، وهي رمز الإيه؟ الناشونال income، national heritage، national pride ولا themes. طبعا هي for national pride الفخر، هي رمز للفخر الوطني، لازم تبقى فخور بوطن. تمام. The Grand Egyptian Museum is a of history and technology. يعني عبارة عن ايه؟ is a blend place whole. طبعا عندنا هنا يكون blend يعني هو عبارة عن مزيج من التاريخ والتكنولوجيا، يعني الحاجات القديمة والحاجات الحديثة، mix. تمام. يعني ايه blend؟ it means mix، معناها mix، خليط من، mixture. The world sees the gem، اتفقنا ان gem ده اللي هو Grand Egyptian Museum as the largest museum for a single country city civilization project. احنا اتفقنا ان هو عبارة عن متحف، اكبر متحف في العالم بيضم حضارة واحدة، اكبر حضارة في العالم هو حضارة مصر، الحضارة الوحيدة المتحف الوحيد اللي بيضم حضارة واحدة بس. تمام. Famous museums often have a center, a cinema and a library. A trash center, waste center, conservation center وcivilization. طبعا هي تبقى conservation center يعني مركز للحفاظ على المكان، مركز للحماية والحفاظ، conservation center and cinema and a library. تمام. crowds يعني حشود الناس، الحشد جمع الناس كتيرة، مجموعة من الناس of people gathered اتجمعوا in the square يعني الميدان، الناس اتجمعوا في الميدان ليه؟ to watch the golden the golden match، the golden play، the golden movie، the golden parade. the parade اللي هو الموكب، قعدوا يتفرجوا على الموكب في ساعة ما كنا بننقل المتاحف والحاجات بتاعتنا للمتحف. jeans and sneakers، جينز وسنيكرز اللي هو الحذاء او الرياضي، الحذاء الرياضي ماله are not a according to the dress code. ودريس كود اللي هو قلنا عليها قواعد اللبس. تمام. دي تبقى ايه؟ are not allowed غير مسموح بها. تمام. غير مسموح بيها، ونقدر نقول permitted are not permitted يعني غير مسموح. كلمة مسموح او الاثنين دول معناهم مسموح، بس لو قلنا not يعني ايه؟ يبقى غير مسموح بيها. تمام. عندك هنا بنقول wedding differ from a country to another. wedding الاحتفال بالايه؟ بالزفاف، يبقى wedding يعني زفاف، فنقول wedding reels، wedding rolls، wedding ceremonies. احنا عندنا هنا ceremonies يعني احتفالات الزفاف بتختلف من دولة للتانية. The history, culture and traditions التاريخ والثقافة والعادات of a country are called its the history, culture and traditions التاريخ والثقافة والعادات of a country لدولة are called its بنسميها its heritage يعني تراثها. تمام. archaeologists have to علماء الآثار have to يجب عليهم to protect ancient carefully. to protect ancient dresses, people, artifacts, orders. علماء الآثار لازم ياخدوا بالهم من الارتفاكتس اللي هي القطع الأثرية. تمام يا مستر. تعال نشوف كمان. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري is a link between. the link يعني هو يعتبر حلقة الوصل أو الرابط ما بين Egypt's past ماضي مصر and its future. بنقول عليها promising future مستقبلها الواعد.
الواعد اللي احنا مستوعدينه مستنيينه ويجي بفارغ الصبر. تمام. الواعد. It's expected that the gym. It's expected يعني من المتوقع that Egypt أو the gym المتحف المصري will a big number of artifacts will horse will hose will house will home. مقصود بالجملة إن هو هيكون عنده حاجة هيتم ضمها للمكان. will house horse ده حصان وهوس ده الخرطوم وهوم اللي هو المنزل. لكن انا عايز هنا هاوس يعني يضم، وهنا هاوس انا عارف ان انت عارف معناها ان هي بيت او منزل، ولكن ليها معنى تاني بمعنى يضم اللي هي بتساوي will include يشمل. means people's way of life. people's way يعني طرق الناس واساليبها في المعيشه of life في حياتها، culture ثقافتها and achievements الانجازات كلها. civilization ceremony costumes customs دي معناها العادات، والعادات هنا هي برضو كلمة traditions. لا احنا هنا محتاجين ان ده بنسميه civilization وهي الحضارة هي طرق الناس في المعيشة وثقافتهم وانجازاتهم. تمام. 24 during the parade أثناء الموكب the streets were with proud Egyptians were loud were lined were banned were corrected. كلمة banned معناها محظور يعني غير مسموح به. تمام. loud يعني صوتها صاخب وعالي. لا احنا اتفقنا أثناء الموكب الناس كانت lined يعني تصطف واقفين صف كده طابور جنب بعض. تمام. people who don't think about other people's needs or feelings are cool. people who الناس التي don't think about others الناس اللي ما بتفكرش في الناس التانية او احتياجاتهم or feelings ولا حتى مشاعرهم are called بنسميهم selfish اناني غير ما بيفكرش غير في نفسه. انما الثوتفول شخص ده عكسه على طول، شخص مراعي للاخرين. thoughtful. هنا the middle son at the old man and walked away. the middle son الولد الصغير laughed at يضحك على ويسخر من، يضحك على حد ويسخر منه. 27 the youngest son's heart قلب الولد الأصغر ماله was full of كان مليء بإيه؟ kindness يا مستر، كان مليان طيبة وخير. تمام. The opening of the World Cup in Qatar 2022 was ordinary breathtaking. أيوة يا مستر، كان breathtaking يعني كان يأخذ الأنفاس، يعني مقصود بيه إن هو كان مكان رائع وجميل جدا. فبريث يعني ياخد النفس. انما dull دي يا مستر، dull دي معناها boring يعني ممل، boring في ملل كده. تمام. number 29 people write advice blogs to tell other people how to do things in and respectful way. هنا people write advice blogs ناس بتكتب مدونات فيها ايه؟ نصيحة، مدونات للنصيحة، بينصحوا الناس على البوستس بتاعتهم، بيكتبوا بوست فيه نصيحة. تمام. to tell other people عشان يقولوا للناس التانيين how to do things in a way بطريقة ايه؟ respectful way طريقة محترمة. تمام. طريقة safely safety save. طالما انا عندي هنا كلمة way يبقى انا عايز هنا صفة فتبقى safe دي صفة بمعنى آمن ما فيهوش خطر. all Egyptians should visit the gym كل المصريين لازم يزوروا المتحف المصري to learn about the wisdom عشان يتعلموا عن الحكمة بتاعة our ancestors اللي هم الأسلاف أو زي ما بنقول عليهم كده الأجداد، نتعلم من أجدادنا. طيب تمام. when we visit a museum لما بنروح نزور متحف ايه اللي بيحصل؟ we have to يجب علينا ايه؟ to the monuments للآثار. we have to respected have to احنا عارفين بعدها بيجي الفعل بتاعنا مصدر. we have to respect
لازم يبقى يجب علينا ان احنا ايه نحترم the monuments الاثار. تمام. visiting the civilization museum متحف الحضاره gave me the chance زيارتي للمتحف ادتني ايه the chance to فرصه لايه to waste to lose to witness معناها يشهد to witness بمعنى يحضر حاجه ويعرف إيه كأنه شافها to witness يرى عشان يشوف بعينيه the greatness عظمة مصر العظمة بتاعت Egypt. تمام. ناخد كمان هنا doctor's job وظيفة الدكتور is to care for patients is to take care of ومحتاج منك تركز على حاجة مهمة ان انت عندك take care of هي برضو كلمة care for وهي كمان برضو كلمة look after. فانت عندك take care for look after وكلهم معناهم يرعى او ايه او يعتني بيه. My parents are always concerned providing us with all our needs. تاني my parents بابا وماما are always concerned دايما حاسين بقلق concerned يشعر بقلق وتوتر على ايه providing us with all our needs بكل احتياجاتنا بيوفروا لنا كل احتياجاتنا. concern معاها دايما حرف الجر بتاعها about concerned about كلمة concerned برضو ليها معنى كلمة worried about. تمام. reading plays قراءة الايه القصص والمسرحيات هنا دي معناها مسرحية بس لما نقول ان هي فعل هيبقى ساعتها مش مسرحية. كلمة play احنا عارفين يا مستر معناها ان هي يلعب ايه an important ايه يلعب حاجة مهمة يلعب an important role تلعب دور هام. انما رول دي يا مستر معناها قاعدة واكيد ان القراءة مش بتلعب لعبة مش بتلعب جيم مش بتلعب مباراة ولا ماتش. تمام. means kind and helpful to others مين ده شخص اكيد مش selfish عشان هو kind وشخص مش اكيد violent عشان هو helpful فيبقى شخص caring يعني thoughtful مراعي. وخلي بالك ان احنا ممكن نكتب لك كمان في الاختيارات كلمة thoughtful يعني بيفكر في الناس التانية بيراعي الاخرين. عندك كمان هنا نادى her young sisters اخواتها الصغيرين while her parents are out بتاخد بالها من اخواتها الصغيرين ومامتها بره. وانا اتوقع ان سؤال زي ده ممكن يكون موجود عندك بكره في الامتحان. وكلمه baby sit معناها يجالس الاطفال يعني ايه ياخد باله منهم ويراعيهم يراعي يعني. when I argue my elder brother I always speak politely لما بأتناقش مع اخويا الصغير واتجادل معاه اخويا الاكبر my elder الاخ الاكبر my elder brother I always speak politely دايما بتكلم politely يعني بصيغة أدب. when I argue with بتجادل مع أخويا. هنا my role at home includes my role دوري في البيت includes يشمل the dishes every Monday. طبعا الديشز اللي هي الأطباق فبنعمل لها ايه washing the dishes يغسل الأطباق. The cat is one of my sister's roles at home. The cat واحدة من دور أختي في البيت is one of my sister's roles at home. تعمل إيه بقى؟ eating صح؟ لا طبعا كلمة eat يعني يأكل صح؟ أكيد مش هناكل قطة لا هي معناها يطعم يأكلها يأكل حد أو يأكل شيء feeding. تمام؟ If my mom asks me to do anything لو ماما طلبت مني أي حاجة أعملها I do it without conditions مش بتشرط على ماما بعملها بدون شروط. without يعني بدون و conditions يعني شروط بعملها من غير شروط مش هتشرط على ماما. تمام. when there is an argument لما يكون في نقاش أو جدال we ask dad to ايه بنخلي بابا يعمل ايه. انا بابا دلوقتي
اخويا عايز كذا، لا وانا عايز كذا، فاحنا كل واحد فينا عايز نفس الحاجه او عايزين نفس الموضوع، فبابا بيجي هو اللي ايه ديسايد، نخلي بابا هو اللي يقرر. لا بابا قرر لنا انت عشان هنعمل مشكله. خلاص. هنا one of the most popular for Egyptian families. one of the most popular، واحد من اكتر الاشياء شهرة، الاشهر or for Egyptian families للعائلات المصرية is to have فلافل، طعمية فلافل، تمام، for breakfast. ده واحد من ايه one of the popular ايه الاشهر or popular ايه اشهر traditions festivals days feasts. واحد من التقاليد اللي منتشرة جدا والاشهر في مصر ان احنا بناكل طعمية. one of the most popular traditions، واحدة من العادات والتقاليد في مصر والمتعارف عليه في مصر. تمام. a party is a special celebration، احتفال celebration planned يعني مخطط ليه secretly سرا، متخطط ليه بالسر for someone لشخص. تمام. وده معناها surprise. surprise يعني مفاجأة. تمام. نقعد بقى كده نخطط زي ما قلت لك قبل كده، وكنا السؤال ده قلنا قبل كده في حل أسئلة التقييمات، وبيقول لك ايه واحد كده يقعد يخطط لحفلة بارتي، تمام، حفلة سبيشال سيلبريشن احتفال، ويستخبوا ويقولوا له يلا هي مفاجأة كده سيربرايز. تمام. number 45 one of the first on the 1st of October every year، في اليوم الأول من شهر أكتوبر. 1st أكتوبر يعني يوم 1/10 أكتوبر من كل سنة. we my mom's birthday، عيد ميلاد ماما. بنعمل ايه؟ celebrate يعني يحتفل بعيد ميلاد ماما. we usually put colorful balloons. put up يعني بنعمل ايه؟ نعلق البالونات. put up. انما put on معناها يلبس. لو استخدمنا put on يلبس هدوم. put on a shirt. put on a shirt. children play football in of their houses. children play football in of their houses. بيلعبوا في الباك yard يعني الفناء او الساحة الخلفية للبيت، في الملعب اللي وراء البيت. we often laugh يعني بيضحك my grandfather's stories about his younger days. we laugh at يضحك على حاجة بيقول ايه laugh at. عندك هنا اخر سؤالين يا سيدي، وهو are the jobs or the parts people have in a family or a group. دول بنسميها ايه؟ كل واحد مننا عنده job to do، تمام، in the family. دي بنسميها roles، دور. كل واحد مننا عنده دور. اخر سؤال في التشوز. the word prepare، كلمة prepare is a verb، عبارة عن فعل، ولكن while preparation لما ضفنا شن كده السافكس اللي في الاخر ده، السافكس دوت خلاها تبقى ايه؟ بقت noun يعني يا مستر اسم. وانما الادفرب ده بيكون ظرف، وغالبا هو عبارة عن كلمة اخرها ly. happily، proudly، effectively. تمام. انما adjective يعني صفة، و pronoun يعني ضمير زي I you they وهي وشوات، دول ضمائر. تمام. بس تعالى كده مع بعض نخش في الجرامر على طول دايركت. هنحل مع بعض كده شويه على اسئله الجرامر في الرايت، واحنا ماشيين واحده واحده. خلاص. طبعا سيادتك فاكر الجرامر احنا شرحناه، لو مش فاكر او ما شفتش الفيديو ارجع شوف الفيديو الاول، هو مش كبير ولا حاجه، هيرجع لك كل الجرامر اللي كان عندنا بما فيهم اليونتس كلها، يعني بما فيهم كل حاجه، مش ناقصك حاجه. عندك هنا it's necessary for taxi drivers to hold valid driving licenses. تمام. هنا عايز مني كلمة must اللي احنا قلنا معناها ان هو يجب، وبستخدمها يجي بعدها فعل must. it's necessary for taxi drivers to hold valid driving license، وعايز مني استخدم كلمة must. وكلمة must هنا مستر معناها يجب. تمام. هي بتساوي كلمة it's necessary for، فاحنا كل ده كده هنشيله ونحط must. طبعا نحط must بعد ايه؟ لازم يكون في فاعل الاول. مين الفاعل بتاعي هنا؟ تاكسي درايفرز اللي هم
سائقي التاكسي، سائقي التاكسي، سواقين التاكسي. فهنبدأ بيها ونقول تاكسي درايفرز، تاكسي درايفرز، سواقين التاكسي يجب عليهم must. أنا عندي هنا to، طبعا هنشيلها عشان أحط الفعل مصدر. must hold valid driving licenses. هكملها، هكمل جملتي. تمام يا مستر؟ طب هنا students mustn't، لا يجب عليهم eat، ياكلوا in the school library، يعني في مكتبة المدرسة. وعايز مين نستخدم كلمة allowed. كلمة allowed يا مستر معناها مسموح به، حاجة مسموح بيها، بس ده مش مسموح بيه، فهناخد النفي اللي هنا هننفيه عادي، وهقول ان students الطلاب مالهم allowed مسموح لهم، بس احنا هنقول انه مش مسموح لهم، فنحط كلمة are not allowed، وهحط هنا مع eat هضطر احط to eat in the school library، في مكتبة المدرسة. خلاص زوم كمان شوية ونقول هنا number 3. It's important to wake up early to be able to catch the school bus. وهنا عايزك تستخدم لي كلمة should، وبرضه معناها يجب بس بنستخدمها للنصيحة. تعال نشوف. It's important to wake up، هنا اهو it's important to، كل ده معناه should، فاحنا هنقول بدلها you should، والفعل المصدر بتاعي wake up، you should wake up early to be أو كذا، ونكمل جملتنا عادي. طب عايز منك have to في الجملة دي it's necessary for her، بالنسبة لها هي it's necessary، كل ده قلنا هنشيله، وبالنسبة لها هي يعني المفروض ان انا هبدأ بكلمة she. جبتها منين؟ من كلمة her. it's necessary for her، it's necessary أو necessary for her، ده ضروري ليها هي to come early next Saturday، ان هي تيجي بدري يوم السبت الجاي. يبقى she هنا بيقول لي have to، بس هنا منفية، فهضطر اقول she doesn't، مش ضروري، هي مش مهم، isn't مديني isn't، يبقى she doesn't have to، she doesn't have to ايه؟ she doesn't have to come early، she doesn't have to come early. عندك كمان هنا if I were you I'd make a study plan، وعايزك منك كلمة should يعني يجب. خلاص تعال نشوف. if I were you I'd، كل دي كده بتساوي you should، وانا الفاعل بتاعي هو you السبجكت، فانا هقول هنا you واحط معاها كلمة should اللي هو عايزها مني، يبقى you should make a study plan. تمام، يجب عليه. it's obligatory for students to wear their school uniforms، هنا have to يعني يجب عليهم. مين هم؟ الطلاب، يبقى it's necessary أو it's obligatory for students to wear the school uniform، كل ده هنشيله وهنبدأ بالطلاب بتوعنا اللي هم students have to يجب عليهم إجباري، have to إيه؟ wear، خدنا to wear أهو، كمل to wear their school uniform. تمام. عايز مني هنا mustn't، وانا عندي smoking isn't allowed in hospitals. smoking التدخين isn't allowed غير مسموح به in hospitals في المستشفيات. فانا هقول لواحد كده you، هستخدم كلمة must، فيبقى you mustn't لا يجب عليك، you mustn't، والفعل بتاعي هو ده you mustn't smoke، وده معناها التدخين. خلاص التدخين تاني، التدخين هو دوت ايه؟ smoking، فانا هحولها لفعل وتبقى you mustn't smoke in hospitals في المستشفيات. number 8 it's important to organize your time wisely، وعايز مني should. خلاص يبقى it's important to، كل ده هنشيله ونقول ايوه فهمنا الفكرة يا مستر. خلاص لا مش خلاص، هنحل كام سؤال وعندنا متأكدين ومتوقعين انه هيكون منهم في الامتحان. you should organize اهو، كل اللي احنا بنعمله you should وحطينا الفيرب، وهنكمل جملتنا عادي your time wisely. number 9 my advice is to have a study timetable، وعايز منك هنا should timetable. my advice is to have، my advice كلنا قلنا ان ده من الكلمات اللي معناها should، فهقول بدلها you
should يجب عليك you should have a study timetable. هنا you aren't allowed to talk while the teacher is working in class. عايز منك هنا mustn't. فهنا عندي كلمة mustn't لا يجب ودي فيها منع. فابدأ أقول بدل you aren't allowed هنشيل كل ده ونقول بدلها you mustn't. طبعا بعدها مصدر فهنشيل to. You mustn't talk while the teacher is working in class. It's very important to wear uniform every day. Have to. It's important to wear. كل ده هنشيله ونقول you have to wear the school uniform every day. عايز منك shouldn't ودي معناها لا يجب. You shouldn't لا يجب عليك تعمل ايه؟ I advise you not to. كل ده كده هنشيله ونقول you. طبعا هشيل not برضو عشان انا كده هحط بدلها shouldn't. You shouldn't talk loudly during class time. ممتازة يا مستر. تمام يا شباب. تعالى كده هنا number 13. I think museums are very important in my opinion. أنا عندي هنا كلمة I think هي كلمة in my opinion. وأقول بقى ساعتها in my opinion من وجهة نظري. in my opinion يعني إيه يا مستر؟ كلمة في رأيي. أنا عايز أعبر عن رأيي فبستخدم كلمة in my opinion. in my opinion museums are very important. يبقى أنا كده عملت جملة وبعبر عن رأيي. His heart is full of kindness. وعايز مني kind. His heart is full of kindness. His heart اللي هو يعني he is full of kindness. He is kind. هو شخص طيب. He is kind يعني هو طيب. His heart is full of kindness وقلبه مليان طيبة. هي نفس الجملة ما فرقتش. تمام؟ I am very proud of our great history. وعايز كلمة pride. I am very proud. أقدر أقول عليها I take pride in. ونشيل كل الكلام ده كده بيساوي I take proud in our great history. I take pride in our great history. يبقى أنا عندي كلمة take pride in بتساوي كلمة proud of. تمام؟ وهكذا. والاثنين معناهم فخور أو يفخر بكذا. My friend suggested visiting the Alexandria Library. وعايز منك هنا تستخدم advised. هنا عندي صاحبي suggested يعني يقترح عليا فأنا هشيل suggested و advised. هحط بدالها advised. فهقول my friend صاحبي advised نصحني أنا advised me to visit أزور the Alexandria Library مكتبة الإسكندرية. هنا بقى I advise you to help your mom at home. هنا عايزني should. I advise you هنا هنشيل كل الكلام ده ونقول بدلها you should. فيبقى you should يجب عليك help your mom at home. You should help your mom at home. لازم تساعد ماما في البيت. It's not allowed to eat in the school library. وعايز منك mustn't لا يجب. كل ده بيساوي it isn't allowed. فهنقول you mustn't لا يجب عليك you mustn't eat لا يجب عليك to mustn't eat in the library أو school library. تمام. Students have to wear their uniforms every day. عايز necessary. خلي بالك من الكلمة دي عشان احنا بنستخدمها دايما بمعنى it is necessary to. فأنا لو هستخدم students have to هشيل have to فأقول كده it's necessary for يجب على students طلاب. It's necessary for students
ايه بقى to wear to wear to wear uniform every day. هكمل جملتي. تمام. number 20 it's not useful it isn't useful for children to eat a lot of sweets. عايز مني shouldn't. it's not useful for children ده معناه shouldn't. فهقول ان ال children الأطفال shouldn't لا يجب عليهم shouldn't eat. طبعا نشيل to يبقى shouldn't eat a lot of sweets. تمام. هنا this book belongs to me. خلي بالك بقى من ملكية والملكية تخص مين وكده. هو عايز مني هنا كلمة my بدل me. خلاص هتبقى this book belongs to me. الكتاب ده بتاعي. فهقدر أقول كده this. تمام. وبدل ما أقول belong to هحط بدلها is. فأقول this is هذا هو. This is my book. تمام. طب انا جبتها منين ازاي يا مستر؟ اقول لك يا سيدي انا عندي كلمه ماي يبقى لازم يكون بعدها الحاجه اللي بملكها، والحاجه اللي بملكها هنا ماي بوك لازم احط قبلها فعل هلاقي is فتبقى this is my book. تمام. I own these two pens mine. I own انا بمتلك these two pens القلمين دول وعايز احولها لماين ملكي. طبعا مش هينفع اقول my two pens فانا اقول mine. فهقول طبعا هشيل I own وهيتبقى لي these two pens القلمين دول مالهم are. هشيل own واحط بدلها are واقول are mine. these two pens are mine ملكي. this house is theirs. اتفقنا لو انا هستخدم their بدل theirs هضطر احط من بعدها الحاجة بتاعتي او بتاعتهم فتبقى their house. عشان انا اقول their house هضطر احط is قبلها وhouse تحط من بعدها فتبقى this is their house. هذا منزلهم. هذا هو منزلهم. عايز مني this is Ali's car belongs. Ali's apostrophe s ملكية مع car Ali's car. فهقول this car هذه السيارة واشيل is عشان احط belong. this car belongs to تنتمي إلى belongs to علي ملك العلي. belongs to ملك الشخص. طب هنا the blue bag is Sally's. هنا عايز مني استخدم has بدل ما استخدم كلمة is. تمام. فهبدأ أقول إن الشخص ده يمتلك حاجة. مين اللي بيمتلك الحاجة؟ سالي. فهبدأ أقول سالي واشيل الاس الملكيه بتاعتها واحط بدلها has فتبقى سالي has the blue bag. او ممكن اقول this blue bag تمتلك هذه الشنطه. this blue bag. this is my uncle's villa. تمام. عايز مني belongs. اتفقنا هشيل كلمه my ومع is عشان اقدر احط الفعل بتاعي. فيبقى this villa الفيلا دي مالها belongs to تنتمي إلى مين المالك؟ عمي. أشيل الملكية هنا أحطها يبقى belongs to my uncle تنتمي إلى عمي. ممتاز. طب تعالى نشوف الجملة اللي بعدها. these bags are hers يعني تنتمي إليها هي بتاعتها هي. فأنا أضطر أشيل hers عشان أحط belong. فهقول these طبعا هشيل r كمان. these bags الشنط دي مالها belong to her. طبعا احنا مش هينفع نقول belongs لازم تبقى belong بس عشان دول these bags شنط ملكها هي. تمام. I possess these books. I possess أنا بمتلك دول اللي بتساوي have. I possess عايز مني mine فأبدأ أشيل I possess الملكية وأقول these books are mine بتوعي أنا ملكي أنا. تمام. تمام يا مستر. تعالى نشوف كده. that car belongs to them بدل to them هنستخدم their وأحط من بعد their car عشان دي صفة ملكية their car. فيبقى مش باقي لي غير
ان that اشيل الفعل واحط verb to be is their car عربيته. تمام. عايز مني has وعايزها capitalized عشان تبقى في بداية الجملة. فانا هبدأ بكلمة has، بعد his بيجي بعدها ملكية. his ايه؟ his flat اهي، his flat شقته، محتاج اشيل own. تمام، عشان احط بدلها فعل يبقى his flat is in Alex. his flat in Alex. his flat is in Alex. شقته موجودة في اسكندرية. تمام يا مستر. she has a famous shop in Cairo. عايز مني her، ابدأ في بداية الجملة فتبقى her. فين الحاجة اللي بتمتلكها هي؟ a famous shop، فهشيل فتبقى her famous shop، المحل بتاعها المشهور. ماله؟ هشيل she has. ماله موجود فين؟ هضطر احط is عشان انا شلت الفعل. is in Cairo، موجود في القاهرة. تمام. طب تعالى نشوف اللي بعدها. the house over there is theirs. the house over there is theirs. البيت اللي هناك ده theirs ملكهم. belongs بقى عايز مني belongs استخدمه، فاقول the house over there. the house over there هشيل is وهشيل كلمة there theirs واحط them عشان اقدر اقول belongs to بيجي بعدها مفعول زي them فتبقى belongs to them عشان اقدر استخدمها بالشكل ده. تمام يا مستر. تعالى كده 33. this is my laptop. ده اللابتوب بتاعي، فهستخدم ايه؟ mine. اتفقنا هنشيل is ونحط بقى ناخد is دي نحطها في الاخر عشان انا هشيل mine فاقول is mine. تبقى الجملة ملكية هنا. هقول ايه؟ this laptop is mine. this laptop is mine. طب عايز مني belongs مع جملة زي دي. I own the car over there، فهقول the car over there. العربية اللي هناك دي مالها؟ belongs to تنتمي لمين؟ ليا أنا. تمام. belongs to me ضمير مفعول. 100. لو سيادتك حاسس انت متلخبط شويه، احنا رجعنا للجرامر ده واتكلمنا عنه بالتفصيل. لو ناقصك حاجه ممكن تركز شويه معايا هنا عشان خلاص امتحاننا بكره. تمام. 35. this house is theirs. احنا اتفقنا ان theirs ضمير ملكيه ما يجيش بعديه اسم، انما لو هستخدم their فاضطر اقول من بعدها اسم، والملكيه اللي عندي هنا house فيبقى their house. لو انا هستخدم theirs هشيلها واحط their house، فاضطر اشيل house من هنا واحطها في الاخر، فاقول this. طالما انا شلت ديت وحطيتها بعدها فيبقى this is اهو their house. this is their house ده بيتهم. تمام. this jacket belongs to me. الجاكيت ده belongs to me، فانا لو هشيل belongs to me عشان احط my jacket. اتفقنا ان الصفات الملكيه بتحط من بعدها على طول الاسم. فلو انا هشيل me اقدر احط my jacket، فهقول this is my jacket. الجاكيت ده بتاعي ملكي. this is my jacket. تمام. تعال نشوف هنا كمان يا سيدي. Nader owns this bike. هو عايز مني apostrophe s، استخدم apostrophe s مع نادر. فلو انا هبدا بيها اقول مش هبدا بيها مش شرط يعني اقول نادر owns this bike، فاضطر اقول this bike is Nader's. او عندي جمله تانية اجابه تانية اقدر اقول this is Nader's bike. this is Nader's bike. دي عجله نادر، فانا اقدر اقول Nader's bike واقول this bike is Nader's وهكذا. fresh coffee has a nice smell. fresh coffee has a nice smell. عايز of. تمام. فانا عايز اقول of the nice smell of the coffee. تاني the nice smell of the coffee.
يعني بدل ما اقول ان القهوه ليها ريحه جميله، ممكن اقول ريحه القهوه الجميله، الريحه الجميله بتاعه القهوه. تمام، وهكذا. اهو اقدر اقول اجيب فعل، اي فعل انا اضطر اجيبه، واقول I can smell. بلاش نقول smell. تمام اهو هقول this is the nice smell، دي الريحة الجميلة of the fresh coffee، of the fresh coffee، the fresh coffee، the nice smell of the fresh coffee. تمام. the teachers on these course، the teachers، فهقدر اقول on، طبعا اخد teachers دول في الاخر، واخد الحاجه اللي بنمتلكها في الاول، واضطر احط verb to be، فاقول these course، نفس الفكره بتاعت نادر، these course are the teachers، the teachers apostrophe بس. تمام. عندك كمان اقدر اقول these are the teachers course، دي عربيات المدرسين، the teachers course. عندك اجابتين، يعني صيغه كده وصيغه كده. تمام. the table has a broken leg، عايز مني of the table، اقدر اقول the table has a broken leg، فاقدر اقول the broken leg of the table. تمام. اقول كده this is the broken leg of the table. تمام. this is the broken leg of the table. تمام. او ممكن اقول او this is the table of the broken leg، دي الترابيزه اللي كرسي. this is the table of a broken leg، دي الترابيزه اللي كرسي بتاعها الرجل بتاعها مكسور. عايز منك هنا سؤال، the bag of Sarah is blue، the bag of Sarah is blue، عايز مني Sarah's بيجي من بعدها bag، يبقى Sarah's bag، شنطة سارة. خلاص is blue، فهنضطر نقول Sarah's bag، بدل ما اقول bag of سارة هقول Sarah's bag، حط apostrophe s، Sarah's bag is blue، شنطة سارة لونها أزرق. تمام. the advice of my parents is helpful، عايز مني هنا s apostrophe، فهنا هعكس بقى، احط my parents بعدها وهنا قبلها واشيل of، طبعا احنا بنشيل of، فهنقول parents advice، نصيحة الأب والأم، طبعا بنشيل زي عشان الاس الملكية. parents advice is helpful، نصائح الأب والأم مفيدة جدا. تمام. the phone of my sister is ringing، عايز يقول my sister's phone، هنضطر نشيل ايه of مع ذا ونحطها من بعد my sister، فتبقى my sister's phone، موبايل أختي ماله is ringing بيرن. تمام. the museum of London are famous، the museums of London، طبعا نشيل of مع ذا ونبدل نفس الكلام، تبقى London's museums، المتاحف بتاعت لندن are famous، مشهورة جدا. تمام. على كده ناخد جزئية تانية على نفس الكلام. the toys of the children، الألعاب بتاعت الأطفال are in the living room، the children's، فهمنا الفكرة، نشيل of مع ذا نحطها الناحية التانية تبقى children's toys are in the living room. تمام يا مستر.
هناخد فكرة كمان. The homework of yesterday belongs to علي. belongs to علي. فهنا دي ملكية لمين؟ لعلي. فهقول this هضطر اقول the homework of yesterday. تمام. هتقول لي مستر احنا ليه ما شلناش ده مع of وحط ده كده؟ هقول لك احنا مش هينفع نعمل ده لان هنا الواجب بتاع امبارح، هنا ملكيه لليوم. انا هنا مش عايز احط ملكيه اليوم. هقول belongs to علي ده هشيلها واحط بدلها is واحط ملكيه، فيبقى is علي's كده في الاخر. belongs to هنشيلها ونحط verb to be فيبقى is. the homework is علي's. the homework of yesterday is علي's بتاع علي. تمام. تعالى ناخد سؤالين كمان. the tail of the dog is long. the tail of the dog is long. فهحط هنا the tail هشيل ديت هبدل تمام وهكذا. فهنقول the dog's tail is long. هي كده بالظبط. the dog's tail is long. تمام. هنبدل نفس الكلام. the clothes of the boys are clean. عايز مين؟ the boys. هنضطر نشيل of مع the ونقول the boys نبدلها مع clothes فيبقى the boys clothes are clean. تمام يا مستر. تعالى ناخد كمان. دي فكرة بقى خلاص احنا عرفناها، يعني فكرة الملكية خلاص مش محتاجين نتكلم عنها تاني. على هنا في سؤال 51 the book of the student in دي برضه ملكية. هنا I plan to finish my homework later وعايز منك تستخدم لي كلمة well. عايز 52 هنا I plan to كل ده هنشيله ونحط بدلها will فتبقى الجملة I will finish the homework later. تمام. تعالى نضيف فكرة كمان لويل. they plan to اتفقنا هنشيل plan to ونحط بدلها will. decide to يبقى they will visit their grandparents next week. هنا برضو نفس الكلام عندي plan to هنشيلها، بس لو انا بدأت will هضطر اقول كده will you meet وده سؤال اعملها بالسؤال عادي. تمام. they don't intend to هنشيل ده ونحط want يبقى they won't travel next month. they won't travel. تمام بس كده احنا قدرنا نجمع مع بعض اسئله الجرامر اللي عندك، وما تنساش تكمل باقي اسئله الجرامر اللي اتكلمنا عنها قبل كده. تمام يا مستر. تعالى هنا explore displays tradition workshops important. عندنا الكلمات ديت في اول حاجه explore ودي معناها يستكشف. تمام. displays يعني اعرض حاجه. تمام. traditions العادات. workshops ورش العمل. workshop ورشه العمل. و important معناها هام. تمام. بس تعالى كده نشوف الباسج بتاعتنا ونقراها. what makes the gem special ما يجعل المتحف المصري special مميز is its blend هو المزيج او الخلط ما بين A and technology. طبعا الخلط ما بين tradition and technology لان انا ما عنديش كلمة history فيبقى خلط ما بين tradition العادات التقاليد tradition and technology. Interactive models allow visitors to ancient Egypt. explore. interactive models النماذج التفاعلية allow visitors تسمح للزوار to explore يستكشفوا المتحف and ancient Egypt ومصر القديمة يعرفوا عنها. The gem includes المتحف المصري includes بيشمل ايه؟ في حاجات ايه اللي جواه؟ طبعا في حاجات بنعرضها وفي كمان workshops and spaces for cultural events. فيها workshops and spaces for cultural events. لا هي طبعا فيها ايه؟ زي ما قلنا workshops
shops ورش العمل تقدر تدخل تشوفها وتتفرج على الحاجات الثقافية اللي فيها. عندك كمان هنا tradition لسه قايلينها فوق، عادة أو تقليد. تمام، عادة أو تقليد. تمام. special يعني مميز أو خاص. تمام. memories ذكريات أو gather احنا قلناها معناها يجمع أو يتجمع. difference اختلاف أو خلاف أو اختلاف. تمام، اختلاف. number 1 نقرا بقى. our family loves creating beautiful. our favorite A happens every Friday when the family A everyone brings something حاجة. تمام. our family loves creating beautiful A يعني عيلتي بتحب تعمل beautiful A. beautiful tradition, beautiful special, beautiful memories. طبعا بتعمل beautiful memories ذكريات نفضل فاكرينها memories. تمام. our favorite tradition happens every day. tradition special memories gathers in difference. family when my family gathers لما عيلتي تبدأ تتجمع when it gathers. خلاص. our favorite ايه tradition. our favorite tradition يعني افضل عاده وتقليد ان احنا بنتجمع كل يوم جمعه لما عيلتي بتتجمع. everyone brings something special كل واحد بيجيب حاجه مميزه معاه وخاصه. تمام. special. تعال نشوف كمان passage. masterpiece قطعه تحفه فنيه. تحفه ايه يا مستر؟ تحفه فنيه masterpiece. rich يعني غني. breathtaking معناها رائع. عندك كمان live يعيش. تمام. lively حيوي. lively او نشيط. خلاص. lively خلاص كائن حي. lively. تمام، في حيوية ونشاط كده. last week I watched the opening of the gym. الاسبوع اللي فات انا اتفرجت على افتتاح المتحف. it was a breathtaking. كانت breathtaking كانت بتاخذ الانفاس رائعه جدا. تمام. I watched it اتفرجت عليها. تمام. rich life it was life هنا كانت مش معناها يعيش. live دي كانت life. لازم ناخد بالنا كلمه live يعني كانت على البث المباشر. اتفرجت عليها مباشر live. I watched it live زي ما بنتفرج على المباراة كده على الماتش لايف مباشر. The event الحدث looked like a masterpiece كان تحفة فنية. number 3 يبقى أنا عندي هنا breathtaking وعندي live تاني حاجة و masterpiece كانت number 3. looked like a masterpiece showing how. تمام. our history is how rich ازاي ان تاريخنا مليان وغني بالتاريخ. تعالى هنا نشوف بقى. تلاقي عندك هنا كلمة صوص معناها صلصة. rich غني. spices دي معناها توابل. و minutes معناها دقايق أو دقائق. وكلمة replace معناها يستبدل. تمام. making pizza is fun. roll it out ان احنا نعمل بيتزا دي حاجة ممتعة. roll it out افردها. and spread وافرد عليها كمان. roll it لفها. and spread sauce افرش عليها كمان الصوص. حط عليها الصلصة. add cheese to make it creamy عشان تحط عليها جبنة عشان تخليها كريمي وكمان تبقى rich وغنية بالكريمة. put a few spices حط بعض التوابل for flavor عشان الطعم. then bake it for 15 minutes واخبزها for 15 minutes يعني ليه 15 دقيقة. تمام. تعالى كده نشوف اللي بعدها dialogue. ده حوار dialogue ما بين هاني and فادي and they are talking about online games. بيتكلموا عن الألعاب الأونلاين. هاني
What are you doing فادي؟ انت بتعمل ايه؟ فادي قال له I am doing my A after school. بعد المدرسة I am doing my homework. أنا بعمل الواجب. I am doing my homework. After I finish بيقول له هاني after I finish I play games. أنا بعد ما أخلص مدرسة بلعب. Do you enjoy playing games؟ هو أنت بتحب لعب الألعاب games؟ قال له yes I love them. I play with my cousin. أنا بلعب مع ابن عمي. How much do you spend playing؟ بتقضي وقت قد إيه؟ time. How much time do you spend playing؟ بتقضي إيه؟ قد وقت؟ قال له I spend around an hour. كفاية ساعة يا شباب. ساعة واحدة لعب كفاية. ساعة واحدة. حلوة أوي. علياء أنسوها بيتكلموا عن helping others. مساعدة الآخرين. Did you hear what the teacher said؟ سمعت اللي قاله المستر about helping others؟ عن مساعدة الآخرين. قالت لها yes it makes people happy. How can we help others؟ ازاي نساعد الآخرين؟ How can we help others؟ ساعدهم ازاي؟ قالت لها we can help by giving food or cleaning our community. أو إن إحنا ننظف الكوميونتي المجتمع بتاعنا المنطقة بتاعتنا يعني. لو عايزين تقول street our street الشارع بتاعنا برضو صح يعني نقدر نقول community ونقدر نقول street. Did anyone give other ideas؟ حد تاني ادانا أفكار؟ قالت لها مريم suggested to protect the environment. عشان حماية to protect نحمي environment البيئة. نحمي البيئة بإيه؟ نقدر نقول recycling إعادة تدوير. نقدر نقول planting زراعة trees الأشجار. يعني أقدر أقول أي حاجة تعبر عن حماية البيئة. قالت لها I'll try to do at least one kind act every day. على الأقل هعمل حاجة واحدة بس كل يوم. تمام. عندك dialogue كمان. سامي and the doctor about the headache. headache يعني يا مستر عنده صداع. سامي والدكتور. Hello سامي. What seems to be the problem؟ ايه المشكلة؟ قال له I have and I tired. طبعا عنده ايه؟ بيتكلموا عن صداع. يبقى I have a headache. عندي صداع يا دكتور. and I feel tired. انا تعبان. قال له headache صداع. Do you spend long looking at the screen؟ هو انت بتقضي وقت كبير. Do you spend long time looking at the screen؟ بص للشاشة كتير قوي. قال له yes I spend too much online. انا بقعد كتير على الاونلاين. تمام. قال له you should your screen time. انت لازم تقلل. You should limit your screen time. لازم تقلل وقت استخدامك للشاشة. why؟ ليه؟ is it bad؟ هل هي سيئة؟ is it dangerous؟ هل هو خطيرة؟ تمام. is it أي حاجة بقى تعبر عن is it harmful؟ احنا كنا خدنا كلمة harm يضر وharmful مضر. فاحنا عندنا أكتر من اختيار نقدر نكتبه. dialogue كمان ما بين إياد and Summer about cleaning the park. عن تنظيف الحديقة. last week بتقول الأسبوع اللي فات بيقول لها I helped clean the local park. أنا كنت بنظف الحديقة العامة the local park. You enjoy it؟ فبتسألها عن last week يبقى أكيد سألنا بسؤال بيسأل بيه did. هي بتقول له did you enjoy it؟ استمتعت بيها؟ قال لها yes it makes people and the place look nice. تخلي الناس تبقى happy مبسوطة and the place look nice والمكان يبقى جميل. Do you think everyone should sometimes؟ تفتكر إن الناس ممكن help تساعد في بعض الأوقات؟ قال لها definitely طبعا. even actions can make a big difference. وكنا أخدناها قبل كده كنا بنقول small actions الأفعال البسيطة can make a big difference بتعمل اختلاف كبير. تمام. هنا ما بين مي وإسراء making pizza. ازاي نعمل بيتزا. إسراء do you want to help me make pizza today؟ تساعديني النهاردة أعمل بيتزا؟ لا sure. First we need dough. احنا محتاجين العجينة. sauce
وصلصة and toppings. تمام. وكمان الحاجات اللي هنضيفها فوق بنسميها toppings، الحاجات اللي هنضيفها فوق الايه الصوص. طب ممكن سيادتك مش عايز تكتب toppings، عايز تكتب حاجات تانية اهو، نكتب كمان يا سيدي cheese and cheese. عايز تكتب انت حاجة منهم يعني cheese جبنة، عايز تكتب spices عايزين توابل اكتب spices عايزين توابل، يعني ايا كان شوف انت هتكتب ايه. هتلاقي what should I do first؟ اعمل ايه؟ mix the flour salt and yeast to make the dough. تمام. يعني احنا محتاجين ايه؟ flour، محتاجين الدقيق، salt الملح and yeast كمان الخميرة هنضيفهم add them mix them اخلطيهم عشان تعمل بيهم الداو اللي هي العجين. تمام. قالت لها ايه كمان؟ قالت لها can I add the sauce can I add the sauce and cheese؟ اضيف كمان الصلصة والجبنة. قالت لها yes then bake it until the edges، عشان لما نيجي نعمل البيتزا ونعجنها ونحط عليها الصوص ونحط كمان الجبنة لازم تخلي بالك لحد ما الإدجز الحواف بتاعتها turn crispy، لحد ما تبقى crispy يعني مقرمشة كده. خلاص تمام يا مستر. قبل ما نروح للباسج احنا محتاجين الأول قبل ما نحل أي حاجة تخص الباسجز. تمام. وعندك الباراجرافز كمان مش هنتكلم عنهم دلوقتي، هنتكلم عن القصة الستوري وهنحل عليها مع بعض. وبعد كده نرجع نشوف اي حاجه تخص عندك الباراجراف والباسج سؤال القطع. خلاص تعالى هنا نشوف ايوه الستوري. تمام يا مستر. هنا اهو تعالى كده نشوف الاسئله دي بنقول فيها ايه. بقول لك ده what did the eldest and the middle son call their youngest brother؟ كانوا بيقولوا ايه على اخوهم صغير. احنا عندنا شخصيات القصة. تمام. الابن الاكبر والابن الاوسط ده the eldest and the middle وكمان the youngest. كانوا الاثنين واحد فيهم كان selfish والتاني كان unkind والتالت كانوا بيقولوا عليه they called him dumpling. كانوا بيقولوا عليه dumpling يعني يعني كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا ان هو عبيط dumpling. تمام احمق. What did the old man ask for? How did the eldest son react? What did the old man الراجل العجوز اللي قابلوه في الغابة الولد الكبير what did the old man ask for كان طلب ايه and how did the eldest son react والولد الكبير الابن الأكبر عمل ايه. طب تعالى كده نشوف سيادتك. هو دلوقتي لما الأب قال لهم يا ولاد النهارده انا محتاج منكم واحد يروح يجيب لنا الخشب، فهم راحوا يقطعوا شجره. الابن الاكبر راح اول يوم فقطع شجره، طلع له الراجل العجوز دوت وقال له طلب منه ايه. هنقول ان الراجل دوت he asked for طلب ايه food اكل and drink طلب اكل وشرب. طب الولد الكبير عمل ايه؟ he refused he didn't give him anything. He didn't want to give him anything. رفض انه يديله اي حاجه. تمام. نمبر 3 What do you think of the middle son؟ ايه رايك في اللي عمله الولد الاوسط؟ In it out do you take the men on vacation؟ يعني ايه اللي عمله الولد المتوسط الاوسط؟ What do you think of the middle son؟ عمل ايه؟ خلاص تعالى كده نشوف عمل ايه. He was unkind. ايه رأيك في الولد المتوسط؟ هنقول he was unkind كان طيب. طب عمل ايه بقى لما الراجل العجوز طلب منه كده؟ عمل ايه لما حاول الراجل العجوز يطلب منه؟ he laughed at the old man. بدأ يتريق على الراجل العجوز ويسخر منه. تمام. طب يقول لي why do you think the eldest son injured his hand؟ تفتكر ليه ان الولد الكبير دوت اذى نفسه لما جه رفض يساعد الراجل وهو بيقطع الشجره the axe؟ تمام.
fell and injured his hand. فهو جرح ايده. ايه اللي حصل؟ هنقول he، بعتقد ان هو he refused to help the old man. تمام، هو رفض يساعد الراجل. طب حصل له كده ليه؟ because of his selfishness. بسبب بسبب أنانيته، بسبب الأنانية بتاعته. تمام. What happened to the eldest son؟ إيه اللي حصل للابن الأكبر؟ He injured his hand. جرح إيده. He injured his hand. إيده اتجرحت. تمام يا مستر. تمام. هنا سؤال كمان. What did Dumpling do with the old man؟ Dumpling دوت عمل إيه مع الراجل العجوز؟ He helped him. ساعد الراجل العجوز. And gave him food. And drink. اداله في أكل وحاجة يشربها. ساعد الراجل العجوز. تمام. What did the old man tell Dumpling؟ الراجل العجوز قال له إيه لما عمل كده؟ قال له، هنقول he told him. قال له، تمام، قال له he told him about a special tree. قال له على شجرة مميزة. special tree. قال له أنا عندي، تعالى أوريك على شجرة مميزة. What do you think of Dumpling's behavior with the old man؟ إيه رأيك في سلوك behavior، سلوك الولد Dumpling مع الراجل العجوز؟ هقول I think، أعتقد he was kind، إن هو كان طيب. تمام؟ ده سلوك طيب. and I think it was kind of him. it was، خلينا نقول بدل he نقول it. خلاص، على كده نقول اهو يا سيدي، اهو هنقول it was kind. I think it was kind of him. كان من اسلوب كويس وطيبة ليه ان هو يساعده. What do you think of the hotel owner and his sons؟ ايه رأيك في الراجل hotel owner صاحب الفندق واولاده؟ تمام. فهو لما كان قطع الشجرة لقى فيها ايه؟ جوز، وزة. الوزة دي لما اخدها وعدى بيها على الفيلج القرية، دخل ايه؟ to the hotel يريح فيه. الهوتيل اونر اند هيز سونز، صاحب الفندق واولاده كانوا جريدي. ده انا رايي فيهم، كانوا طماعين. they were greedy. كانوا طماعين. and they wanted a feather، a golden feather. كانوا عايزين ياخدوا a golden feather، ريشه ذهبيه من الجوز، الوز. how was Dumpling rewarded for his kindness؟ هنا سؤال مهم، بيقول لك ازاي دامبلينج تمت مكافئته على طيبته. he found، لقى a golden goose، كان بيلاقي وزة ذهبية under the tree that the old man told him about. لقى وزة في تحت الشجرة اللي الراجل العجوز قال له عليها. تمام. تعال نشوف كمان question. What's your opinion of the hotel owner and his sons؟ رأيك ايه؟ لسه قايلين نفس السؤال ولكن بطريقة تانية. هقول I think، أعتقد they were greedy، إن هم كانوا طماعين. they were greedy. Which son touched the goose first؟ مين الولد اللي كان من الأبناء الهوتيل اونر صاحب الفندق اللي لمس الوزة الأول؟ كان the eldest son، كان الابن الأكبر. تمام. What did the second son try to do after the eldest son got stuck؟ طبعا الولد الأكبر ده
لما لمس الوزة حصل ايه؟ he got stuck لزق في الوزة، مش عارف يطلع ايده، مسكت فيه. what did the second son، الابن التاني عمل ايه؟ he tried to help his brother، كان بيحاول يساعد اخوه ولكن with no use، بدون فايدة. who was stuck to the goose when Dumpling left the hotel، مين اللي لزق في الوزة لما هو خرج بره؟ تمام، اول حد لزق بره كان كذا حد، في منهم farmer فلاح، وفي منهم كان soldier و master school master مدير المدرسة and a school master تمام يا باشا. why did the goose glow brightly in the hotel، ليه كانت بتلمع؟ عشان it had because it had golden feathers، كان فيها ريش ذهبي. it had golden feathers، ريش ذهب. طب تعالى ناخد جزء كمان. who laughed at the sight of Dumpling and the goose، مين اللي كان بيضحك بمجرد ما رأى الكلام ده؟ هنقول the princess، الأميرة كانت ضحكت أول ما شافته. what did the children do when they saw the magical goose، عملوا إيه لما شافوا الماجيكال جوز؟ they were laughing، كانوا بيضحكوا. كانوا بيضحكوا عليه بيتريقوا. where was Dumpling's journey taking him، كانت رحلته دي بتوديه على فين؟ to the king's palace، كانت موديه على قصر الملك. تمام. why were all people unable to let go of the goose، كلهم كانوا ليه بيلزقوا في الوزة؟ تمام. because the goose was magical، كانت الوزة سحرية. and anyone could touch her gets stuck، وكل حد بيلمسها بيلزق. who joined the parade after the farmer، مين اللي دخل كمان في الباريد بعد الفارمر على طول؟ كان school master، أو خلينا نقول the school master. ده soldier، كان السولجر يا شباب. ده soldier got stuck after the farmer، من بعد الفارمر على طول كان the soldier، واحد من الجنود. تمام يا مستر، ده كان بالنسبة لسؤال القصة. تعالى كده يا شباب هقول لك بقى هنا بعد الباراجرافز المهمة. عندك هنا باراجراف عن doing، بعد الباراجرافز المهمة عندك مثلا يا سيدي اهو أول باراجراف مهم عندك أهو. أول حاجة protecting our civilization، حماية حضارتنا. حضارتنا دي لازم نحميها. We should all be proud of our country، لازم كلنا نكون فخورين بدولتنا. and its great history، وبتاريخها. Egypt has an amazing civilization، مصر فيها حضارة عظيمة ورائعة. that is famous all over the world، مشهورة في كل العالم. it's our duty to protect our ancient monuments، لازم نحمي آثارنا القديمة and historic sites، والأماكن التاريخية. and never damage them، وأبدا ما ينفعش نتلفها أو نبوظها. تمام. تعالى هنا having museums is very important، إن احنا يكون عندنا متاحف، ده شيء important، هام أو مهم. museums are very important for every country، المتاحف مهمة لكل دولة. they are not just places to store old objects، دي مش مجرد مكان بنخزن فيه الأشياء القديمة بتاعتنا. but they are like schools for everyone، دي عاملة زي المدرسة لأي حد. museums help us learn
about history بتساعدنا ان نتعلم عن التاريخ and how our ancestors هنا ده سي يا شباب حرف سي our ancestors بلا our ancestors lived تمام our ancestors lived this helps us understand our culture and identity ده بيخلينا نفهم our culture ثقافتنا تمام and our identity الهوية الشخصية بتاعتنا ازاي احنا لازم يكون عندنا هوية تمام. كمان باراجراف بيتكلم فيه عن الإيجيبشن ميوزيوم المتحف المصري. The Egyptian Museum is a must visit place مكان يستحق الزيارة مكان من الواجب علينا الزيارة فيه for everyone لأي حد. It's the largest museum أكبر متحف في العالم dedicated to a single civilization. يعني ايه يا استاذ dedicated to a single civilization؟ يعني هي مكان مخصص لإيه؟ لحضارة واحدة بس. Visiting the gem زيارة المتحف gives us the chance to witness the greatness of our ancestors. نحضر ونعرف عظمة حضارة أجدادنا أسلافنا. It's a breathtaking place that mixes history هي عبارة عن مكان رائع that mixes history بتكشف بتوصل وتخلط التاريخ ببعضه with modern technology مع الحضارة أو التكنولوجيا الحديثة. تكنولوجيا حديثة تمام. على كمان شوف كمان باراجراف تمام وده آخر باراجراف أو في كمان تاني باراجراف. The importance of setting rules أهمية تحديد الأدوار كل واحد منا ليه دور ونحدد دوره في البيت. Family is like a small team البيت عامل زي فريق صغير where everyone has a part كل واحد مننا عنده دور جزء. a role يعني ايه رول تاني رول معناها part كل واحد مننا عنده جزء عنده دور مهم يعمله. setting rules تحديد الأدوار at home is very important لازم يكون حاجة مهمة. ليه؟ because it helps the family work together بتخلي العيلة تبقى تشتغل مع بعضها متعاونة smoothly بسهولة. when everyone knows their duties يعني الواجبات كل واحد فينا عارف الواجب عليه life becomes easier الحياة بتبقى أسهل and more organized ومترتبة. children should respect الأطفال يجب عليهم احترام their parents أبائهم study hard يذاكروا كويس and help with small chores وكورز معناها الأعمال المنزلية ويساعدوا في أعمال المنزل تمام بس. عندك كمان هنا family gathering التجمع العائلي. family gatherings are very important مهمة ليه؟ for keeping our relationships عشان نحافظ على علاقتنا ببعض تبقى علاقتنا strong قوية. every Friday كل يوم جمعة my whole family كل عيلتي gathers بتتجمع at my grandparents house بتتجمع في بيت جدي. we usually have a big lunch together بنتغدى مع بعض with delicious traditional food بأكل تقليدي معمول في البيت مع عند جدي. these gatherings help us create beautiful memories بتخلينا نعمل ذكريات كويسة وجميلة and feel happy بتخلينا نبقى مبسوطين تمام يا شباب. كده احنا قدرنا نوصل لحد اهم الباراجرافز اللي ممكن تجي لك واحدة منهم بكرة وانا ارشح لك اكتر حاجة ممكن تذاكرها الفاميلي جاذرينجز طبعا اولهم اكيد ذا ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري. خلاص وبكده نكون رجعنا المنهج بالكامل وحلينا كل الاسئلة وبما فيهم كمان اسئلة القصة وكل الاسئلة المهمة اللي عندك هتلاقيها بكرة في الامتحان. واشوفكم على خير وربنا يوفقكم واشوفكم ان شاء الله احسن ناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.